الراجل ده بنشوفه شغال على مجموعة بلطجية بيضرب فيهم ومحدش قادر يقف قدامه لحد ما بيوصل لزعيمهم وبيوقعه هو كمان. وبنعرف ان الراجل ده كان خاطف بنت واعتدى عليها. الحادثة انتشرت في كل الجرايد. رضهي بيطلع المسدس وبيقرر يقتله وفعلا بينتقم منه. ساعتها بنعرف ان خلال 10 سنين اتنقل 23 مرة، ودلوقتي هو موقوف عن الشغل، لكنهم بيكلموه وكمان بيعرضوا عليه انه يرجع الشغل تاني. طب ليه وعلشان ايه؟ ده اللي هنعرفه في حكاية فيلمنا النهاردة. وما تنساش تصلي على النبي ويلا بينا. فيلمنا بيبدأ في مدينة مومباي، وبنشوف تاجر مخدرات اسمه رانا ماسك واحد من رجالته وبيهدده بالقتل علشان اخد منه بضاعة وبقاله سنة ما دفعش فلوسها، وفي الاخر هو ورجالته بيقتلوه بطريقة بشعة جدا. بعد كده بنشوف شاب اسمه صمت طالب بيشم بودرة، وبعدها بيطلع من فوق المبنى وبيقرر انه ينتحر وبيرمي نفسه. فعلا بينتحر. الناس كلها بتتكلم ان دي الحالة رقم 12 خلال 3 شهور بسبب الادمان. هنا بنشوف طفلة صغيرة بتودع اخوها اللي مات. الام حزينة جدا عليه، وبنعرف ان اسمه اذان، وبيفتكر لحظاته مع صاحبه صمت اللي انتحر. الشرطة بتتجمع وبيبان ان اي ضابط بيمسك القضية العصابة بتخلص عليه. ساعتها حد فيهم بيقول مفيش غير رضهي هو اللي يقدر يحل القضية دي. ولما بنروح لرضهي بنشوفه شغال على مجموعة بلطجية بيضرب فيهم ومحدش قادر يقف قدامه لحد ما بيوصل لزعيمهم وبيوقعه هو كمان. بنعرف ان الراجل ده كان خاطف بنته واعتدى عليها. الحادثة انتشرت في كل الجرايد. رضهي بيطلع المسدس وبيقرر انه يقتله وفعلا بينتقم منه. ساعتها بنعرف ان رضهي خلال 10 سنين اتنقل 23 مرة، ودلوقتي هو موقوف عن الشغل، لكنهم بيكلموه وبيعرضوا عليه انه يرجع. هو بيوافق انه يمسك القضية. تاني يوم بيروح اسم الشرطة. زمايله بيرحبوا بيه علشان هيشتغل معاهم، ولكن رئيسه افيناش بيحاول من اول لحظة انه يسيطر عليه، وبيقول له اي حاجة تحصل لازم باذني، وكمان بيحذره من المشاكل. في يوم تاني هو ماشي في الشارع عربيته بتعطل، بيشوف بنت اسمها ديا قدامه، بيعجب بيها جدا. اول ما بتروح تركب عربيتها بيعمل نفسه مصاب ومش قادر يمشي، وكمان بيقف قدامها بيفضل يلف ويدور في الكلام معاها لحد ما بيصعب عليها وبتساعده انه يركب معاه. وقت ما هي بتكلم اخوها في التليفون بنكتشف ان اخوها هو افيناش رئيسه في الشغل. ولما رضهي بيعرف انها بتكره الشرطة بيقول لها انه شغال موديل وبيمثل، وبيعمل نفسه موبايله ضاع علشان تخليها تتصل بيه وياخد رقمها ويبقى قريب منها. تاني يوم بيروح القسم وبيشوف اذان بيعيط وماسك ورقة في ايده، ولما بيرميها في الزبالة رضهي بياخدها وبيقرأها وبيلاقيه كاتب فيها صديقي صمت انتحر علشان تجار المخدرات بيجبرونا اننا نكون مدمنين، حياتنا كلها بقت في خطر. بعدها بيقابل اذان وبيعرف انه كل يوم بيجي الاسم ومحدش بيسمع له، فبيطمنه وبيقول له من النهارده انا موجود، ووعد مني قبل ما تخلص امتحانك هكون يا حبستهم يا قتلتهم. بعدها بيدخل الاسم وبيعرف من الضباط ان في عصابتين مسيطرين على المدينه، عصابه اسمها ديلاور والتانيه اسمها داغدو. رضهي بيقرر انه يروح لداغدو ده وبيقدر انه يسيطر عليه، وبيفهم انه ما بيشتغلش في المخدرات. وهو ماشي بيشوف واحد بيجري قدامه فبيركب عجلته وبيجري وراه، وفي الاخر بيقبض عليه وبيوديه للقسم. وهناك بيعرف ان منصور اخو ديلاور هو اللي بيتاجر في المخدرات، وبيقرر انه يروح لمنطقه ديلاور، وهناك بيبقى محاصر من رجالته وبيسالوا على مكان اخوه منصور، وبيقدر انه يضربهم وبيسيطر عليهم. وديلاور في الاخر بيوافق انه يسمع كلامه. بعدها بيجمع العصابتين وبيقول لهم لازم نعرف مين اللي بيبيع المخدرات في منطقتكم. في الوقت ده منصور بيكلم اخوه في التليفون وبيقول له رانا خطفني وانا في المكان الفلاني، وفعلا ديلاور بيروح له، ولكن رانا بيقول له ان منصور خد مني بضاعه ولسه ما دفعش فلوسها، ولما بيرفض يدفع بيطعنه بالسكينه وبيموته. ديلاور بيكتشف ان اخوه خانه واتفق على قتله. بعدها ديا بتكلم رضهي في التليفون وبتعزمه على حفله عيد ميلادها، ولما بيروح يقابلها وبيقدم لها ورد هناك بيظهر راجل اعمال اسمه فيبال، بيبان عليه انه بيحب ديا ومتضايق من وجود رضهي جدا. رضهي بعد كده بيكتشف ان افيناش رئيسه هو اخو ديا، بيهدده وبيقول له ابعد عن اختي والا هتكون نهايتك. تاني يوم منصور بيعرض على رانا جزء من ارباح المخدرات، وبيقول له لو اشتغلنا في منطقه داغدو هنكسب كتير جدا لانها مليانه مدارس وجامعات. ساعتها رانا بيشوف حبيبه منصور وبيصورها بالتليفون. بالليل بيروح مع رجالته الفندق، ولما الامن بيحاول انه يوقفهم رانا بيمسك بلطه وبيقتلهم واحد ورا التاني، محدش منهم بيعيش. بعدها رضهي بيوصل للمكان وبيعرف كل اللي حصل، وبيشوفوا تسجيلات كاميرات المراقبه بيظهر فيهم رانا ورجالته، لكن محدش قادر يتعرف عليهم. تاني يوم رضهي بيقابل ديا ولسه فاكراه وبتفتكره عارض ازياء وهو لسه مكمل في شغله في كتابه التقارير. بعدين بيعرف من المرشدين ان العصابه مكونه من 3 افراد، رئيسهم اسمه رانا وهو اللي قتل ديلاور. وفي نفس الوقت بيجيله خبر وبيروح على المستشفى. هناك بيلاقوا جثه ديلاور في المشرحه،
جسمه متقطع حتت كتير جدا. في نفس اللحظه رنا ورجالته بيروحوا على منطقه دغدو وبيهددوه انه يتنازل عن منطقته وكل ممتلكاته لو عاوز يعيش، ولما بيرفض بيكتشف ان كل رجالته اتقتلوا، فبيخاف وبيستسلم للواقع. بعدها العصابه بتبدا تتاجر في منطقته، اي حد بيعترض على بيع المخدرات بيتخلص عليه. منصور بيسلم الفلوس اول باول لرنا. تاني يوم راضي بيقابل ديك عادته وبيقعدوا وبيتكلموا، وفي نفس الوقت في بال واقف بيراقب وناوي ينتقم منهم. بعدها راضي بيعرف المكان اللي رنا هيكون فيه، ولما الليل بيجي بيرقص وبيغني ومستني العصابه توصل لمالها ليلي. بيدخل رنا ورجالته وبيبداوا يشربوا وبيسكروا. اول ما رنا بيدخل الحمام بيلاقي راضي قدامه، وقتها راضي بيهجم عليه وبيضربه جامد جدا ومش بيديله فرصه انه يدافع عن نفسه، بيكسر عليه المكان كله. رجاله رنا بيوصلوا، راضي بيواجههم لكنه بيتضرب بالسكينه في ظهره وبيتصاب، وهم بيحاولوا يخلصوا عليه. في اللحظه الحاسمه راضي بيشيل السكينه وبيرميها على رنا، فرنا ورجالته بيهربوا بسرعه علشان الشرطه بتكون وصلت. بعدها رنا ورجالته بيتفقوا انهم لازم يقتلوا راضي ده وينتقموا منه. تاني يوم دي بتقابل راضي وبتلاقيه مصاب، وبتكتشف انه ضابط شرطه. بيحاولوا انه يطمنها وبيعترفوا لبعض انهم بيحبوا بعض. وبالليل راضي بيشوف ناس بتحاول تخطف منصور، فبيضربهم وبيدافع عنه، وفي الاخر بيشيله على ظهره وبيهرب من المكان. بعدها الشرطه بتاخد راضي على الاسم وبيعذبوه علشان يعرفوا منه مكان رنا، لكنه بيرفض انه يتكلم وعاوز يقتله علشان اعتدى على حبيبته نسرين. في الاخر بيحطوا خطه مع بعض، دغدو وعصابته بيهجموا على مكان رنا وبيضربوا كل اللي فيه. اول ما رجاله رنا بيوصلوا وبيشوفوا اللي حصل بيتضايقوا جامد جدا، ولما بيحاولوا يهربوا بيلاقوا راضي قدامهم. ساعتها بيضرب لوتا وما بيخليهوش انه يقدر يدافع عن نفسه لحد ما بيسيطر عليه، والتاني بيهرب ومحدش بيعرف يمسكه. بعدها في بال بيطلب من رنا انه يخطف ديا ويسلمها له وعايز ينتقم. ساعتها بيعرف ان الشرطه قبضت على لوتا ودغدو هو اللي خانهم. ولما بيجي الليل دغدو بيعمل عيد ميلاد لامه، لكن واحد من رجاله رنا بيدخل ومعاه طفايه حريق وبيفتحها عليهم، محدش بيشوف حاجه خالص. وبعدها رنا بيدخل وبيبدا يقتل فيهم واحد ورا التاني وبينتقم منهم على كل اللي عملوه، وفي الاخر بيمسك دغدو وبيموته. تاني يوم الصحافه بتتجمع قدام الاسم، الجريمه بتنتشر في كل مكان. راضي بيكون موجود وبيضرب لوتا وبيساله عن مكان رنا، لكنه بيرفض انه يتكلم. راضي بيحاول يقطع لسانه، بس في اللحظه الاخيره افيناش بيوصل وبيمنعه، ولما بيقابلوا القائد بيوقفهم عن العمل بسبب جرائم القتل. راضي بيحاول يشرح له انهم قربوا يقبضوا على رنا، ولكن القائد بيرفض انه يسمع اي حاجه وبيسلم القضيه لضابط تاني اسمه ارجون. بعدها راضي بياخد افيناش وبيركبوا العربيه وبيروحوا مركز اعاده التاهيل، وبيتعرفوا على الشباب اللي حياتهم اتدمرت بسبب المخدرات، وبيقولوا لازم يساعدهم وينقذ المدينه من رنا. ساعتها راضي بيمسك بنته وبيكون متاثر جدا وبيحاول انه يطمنها. تاني يوم بيسلموا لوتا للضابط. راضي كالعاده بيحاول انه يعرف مكان رنا ولكن مفيش فايده. بعدين الضباط بياخدوه علشان يودوه المحكمه، بنكتشف انهم فاسدين ومعاهم 100 كيلو هيروين ومش عارفين يوزعوهم. في وقتها على طول بيهربوا لوتا بعد ما اتفقوا معاه انه يشتري منهم البضاعه، وبيروح لرنا وبيقول له على كل اللي حصل. رنا بيشك ان ده كمين من الشرطه، فبياخد عينه من البضاعه وبيكتشف انها سليمه. تاني يوم لوتا بياخد رجالته وبيطلع يقابل الضباط الفاسدين في فندق، ولكن راضي بيوصل المكان وبيقبض عليه. وفي نفس الوقت رنا بيكون خطف ديا وبيسلمها لفيبال حسب الاتفاق اللي بينهم، وبياخد منهم كمان جوازات السفر. بيكلف فيبال بمهمه قتل راضي. منصور كان بيصور المكان وبيبعت الفيديوهات لراضي علشان يلحق حبيبته. راضي بيركب العربيه بسرعه وطلع يجري علشان يوصل لها، وبالفعل بيقتحم المكان اللي هم فيه وبيبدا يضرب فيهم واحد ورا التاني وبيدافع عنها بكل شراسه. رنا في اللحظه الاخيره بينط من المبنى وبيهرب. راضي بيجري وراه بس للاسف ما بيقدرش يمسكه. بيرجع لحبيبته وبيطمنها انه انقذها من الموت. بعدها منصور بيكون مستني راضي في العربيه، بيحاول انه يقتله بس راضي بيدافع عن نفسه وبيخلص عليه بطريقه وحشيه وبيموته فعلا. تاني يوم راضي بيجمع طلاب المدارس والجامعات وبيطلب منهم مساعدتهم علشان يقبض على رنا وعلى كل اللي شغالين في تجاره المخدرات. الكل بيوافق على الخطه وبيبداوا يصوروا كل المجرمين وهم بيبيعوا وبيتاجروا في المخدرات. بعدها بيبعتوا التسجيلات للشرطه. الشرطه بتحصر الاماكن وبتعمل حمله كبيره جدا، وبيقدروا انه يقبضوا على المجرمين ومحدش منهم بيهرب. ساعتها رنا بيكتشف ان رجالته وبضاعته كلها وقعت في ايد الشرطه. بياخد قراره انه يهرب بسرعه، لكن هو بيهرب بيلاقي شرطيه واقفه قدامه وبتحاول تمنعه، وبيكون هيخبطها بالعربيه، بس راضي بيظهر في اللحظه الاخيره وبينقذها. بيضرب في الراجل اللي مع رنا وبيقدر انه يسيطر عليه تماما. الشرطه بتيجي وبتقبض عليه، ولكن رنا بيهرب تاني كالعاده. بيروح مطعم ادهم وابوه وبيقعد على ترابيزه ومعاه شنطه مليانه فلوس، وهو بيتكلم في التليفون بيشوف صور كل افراد عصابته وبيبقى مصدوم جدا. ساعتها ادهم بيتسلل
وبياخد الشنطة وبيبعد بيها من غير ما رنا ياخد باله. بيطلع فوق المطعم، بيحاول انه يكلم راضي ولكن تليفونه مقفول. بيكتشف ان ادهم حاول يتواصل معاه 4 مرات. اول ما رنا بيوصل له بيشوف الفلوس في ايده فبيرميها. رنا بيتعصب وبيحاول انه يرميه من فوق، ولكن راضي بيوصل في اللحظة المناسبة وبينقذ ادهم، وبيطلع انه لسه عايش. بيرجع القسم وبيحط خطة مع رجالته وبيجمع كل المجرمين في عربيات الترحيلات، وهم في الطريق بيتعرضوا لحادثة. بينزلوا منها فبيلاقوا دراجات قدامهم، بيركبوها وبيهربوا، ولكن راضي بيروح لهم بعربيته وبيبدأ يقتل فيهم واحد واحد، وفي الآخر بيقدر انه يخلص عليهم كلهم. في نفس الوقت رنا بيركب الطيارة مع لوتا وبيحاولوا يهربوا، ولكن راضي بيطير بعربيته وبيخترق كمان الطيارة. بيبدأ قتال عنيف ما بينه وما بينهم، كل واحد فيهم بيحاول انه يسيطر على التاني. الطيارة بتتخبط وحياتهم كلها بتكون في خطر. راضي بيقدر انه يرمي لوتا من الطيارة وبيخلص عليه. رنا بينط منها قبل ما تقع، ولكن بيفقد الوعي بسبب الحادثة. رنا بيحاول انه يقتله، ولكن افيناش بيضربه بالنار. راضي بيستجمع قوته وبيسيطر على رنا وبيبدأ انه ينفخه حرفيا. اول ما بيكون خلاص هيخلص عليه، راضي بيوصل وبيمسك ايده، وبعدها بيديله ضربة قوية تخليه مش قادر انه يدافع عن نفسه، وفي الاخر بيموته. وبكده بيكون رجع حق كل الشباب اللي ماتوا. وفي الاخر بيكلم ادهم وابوه اللي في المستشفى وبيخليهم يشوفوه وهو بينتقم من رنا، وبكده بيكون وفى بوعده ليهم. في الاخر الفيلم ما كانش مجرد حكاية، دي كانت صرخة مكتومة جوه كل واحد فينا. صرخة بتقول ان مفيش حاجة اسمها مستحيل، وان الخوف هو السجن الحقيقي مش الظروف. الشخصيات دي خدتنا في رحلة مش بس جوه العالم بتاعهم، لكن جوه نفسنا احنا كمان. اتعلمنا ان اللي بيفضل واقف بعد كل سقوط هو اللي بيكسب في الاخر، وان الحب حتى لو اتأخر او اتهزم بيقدر انه يسيب اثر ما يموتش، وان في وسط الظلام دايما في نقطة نور مستنيين نمد ايدينا ونمسكها. دي ما كانتش نهاية قصة، دي كانت بداية وعي جديد. افتكر دايما ان اللي بيعيش على الهامش عمره ما هيغير الصفحة، لكن اللي بيواجه حتى لو خسر بيكون كتب سطر جديد في حياته بنفسه.